فيلم الواتشمان بتاع المخرج زاك سنايدر من اول ما نزل وهو مثير الجدل جدا. الناس بتحبه على الصور والمشاهد البصريه اللي كانت جامده فيه، لكن في نفس الوقت في ناس كتير شايفه ان الفيلم خسر الروح الحقيقيه للكتاب. زاك سنايدر قدم 4 أفلام أبطال خارقين، بداية من فيلم الواتشمان لحد ما وصل لنسخته من جاستس ليج، ومن غير مبالغة نقدر نقول فعلا إن هو قدر يسيب البصمة بتاعته وبصمة واضحة جدا على الشخصيات دي. ورغم ان اخر فيلم ليه هو اكتر واحد اتكلموا عنه، الا ان اول فيلم في السلسلة دي الواتشمان هو الاهم فعلا. مش بس علشان خاطر الحاجات اللي عملها صح، لكن كمان علشان خاطر الغلطات اللي وقع فيها. الواتشمان فيلم نزل سنة 2009 وبيحكي عن عالم بديل في الثمانينات، عالم شبه العالم بتاعنا بس مختلف. عالم مليان أبطال خارقين لابسين سبانتاكس، وفي كائنات شبه الملوك عندها قوة مش محدودة. ولو انت ما اتفرجتش على الفيلم وعاوز تعرف تفاصيله، خليني افكرك تاني ان في فيديو هنا على القناه شرحت لك الفيلم فيه على السريع، فهسيب لك اللينك بتاع الفيديو ده في الاي اللي فوق او في الديسكريبشن تحت. المهم، قلب القصة يعتبر عن لغز جريمة بسيط جدا في شكله. مين قتل الكوميديان؟ السؤال ده هو اللي بيحرك كل أحداث الفيلم. بس تحويل القصة دي للسينما ما كانش سهل خالص. الرواية المصورة الأصلية اللي الفيلم مبني عليها واللي كتبها ألان مور ورسمها ديف جيبنز بتعتبر واحدة من أعظم أعمال الكوميكس في التاريخ. مخرجين كبار كتير حاولوا قبل كده يعملوا الفيلم ده، زي مثلا دارين أرونفسكي وكمان تيري جيليام وغيرهم، بس كلهم فشلوا. تيري نفسه قال إن الواتشمان ده غير قابل أصلا للتحويل لفيلم، لكن الكلام ده ما وقفش زاك سنايدر، خصوصا بعد النجاح الضخم لفيلم 300 اللي عمل حوالي 456 مليون دولار في شباك التذاكر. فسنايدر نفسه قال انه ما حسش ان المشروع مستحيل غير وهو في نص الطريق، بس وقتها كان خلاص فات الاوان. نسخة سنايدر من الواتشمان كانت مخلصة جدا للمصدر الاصلي، لدرجة ان الفيلم ليه 3 نسخ مختلفة. عندك مثلا نسخة السينما، وكمان نسخة المخرج، والنسخة المطولة، والنسخة الأخيرة دي ضافت كمان قصة أنيميشن للكوميكس اللي جوه عالم الفيلم. فهدف زاك سنايدر كان واضح جدا، انه يعمل اكتر اقتباس امين للكوميكس ممكن. طيب هل نجح في ده؟ دي قصة تانية خالص. بس الواضح ان سنايدر وفريقه كانوا عاوزين ينقلوا الكتاب للشاشة الكبيرة بأكبر قدر ممكن من الدقة، حتى لو ألان مور نفسه ما كانش راضي عن ده. في ناس شايفة ان الفيلم كان امين زيادة عن اللزوم، لدرجة ان ده جه على حساب الفكرة. مشاهد كتير جدا من الكوميكس اتنقلت في الفيلم لقطة بلقطة، كأنك بتقلب صفحات الكتاب قدامك. لكن هنا الفرق المهم جدا، رغم التشابه الكبير، الرسالة والمعنى في فيلم واتشمان مختلفين عن الرسالة في الكوميكس الأصلي اللي اتنشر سنة 1986. فالواتشمان في الأصل هو اتعمل علشان خاطر يفكك فكرة أفلام الأبطال الخارقين نفسها، مش يقدم أبطال أقوياء وخلاص. وده كان بيعيد تفسير كل الكليشيهات المعروفة في عالم السوبر هيروز. القصة كانت مستوحاة بشكل واضح من شخصيات كوميكس قديمة كانت اتحبست حقوقها وبعدين اتباعت لدي سي. الفكرة الأساسية في الواتشمان إنه بيركز على الفشل، الضعف، وأخطاء البشر، مش حلم قوة، بالعكس هو إدانة لفكرة البطل الخارق نفسها. الكتاب اتكتب كنوع من النقد الحديث للأحلام والخيالات اللي الكوميكس كانت بتبيعها لأجيال كاملة من الأطفال وكمان الشباب. لكن فيلم 2009 ما كانش عنده الفرصة يعمل نفس النقد ده. ليه؟ لأن وقتها صناعة أفلام السوبر هيروز كانت لسه بتبدأ. ما كانش عندك وقتها ولا ام سي يو ولا حتى الدي سي اي يو علشان الفيلم ينتقدهم أو يعلق عليهم. مشكلة بقى زاك سنايدر في النسخة بتاعته من واتشمان إن هي تقريبا فشلت في فهم إن القصة هدفها تسخر من خيال القوة. ففي الكوميكس دان درايبرج اللي هو نايت وول راجل وحيد تخين شوية مكتئب، شكله غريب ومحرج كمان. والتصميم ده اتعمل كده عن قصد علشان خاطر يوضح ان رؤية الحاجات دي في العالم الحقيقي هتكون حاجة غريبة ومضحكة اكتر ما هي ملحمية. لكن في عالم سنايدر نايت وول لابس معدن بيلمع ومطاط شبيه جدا بالبدلة بتاعت باتمان مايكل كيتون. بقى شكله بطل خارق تقيل من غير اي ضعف او احراج كمان. الفرق ده في الشكل والتصرفات ومستوى القوة غير المعنى الحقيقي للقصة. الفيلم نقل أحداث الكوميكس بأمانة شديدة جدا، لكن في نفس الوقت خان الفكرة الأساسية اللي وراها. فلما تيجي تبص على مشهد خناقة سيلك سبيكتر وكمان نايت وول مع شيلة بلطجية، ففي الكوميكس الخناقة تقيلة وملخبطة، مفيش مهارة، مفيش شغل أبطال، مجرد ناس معصبة بتضرب بعض وخلاص على كده.
العنف هناك مش حاجة تفرح ولا يخليك أصلا تتحمس للفكرة، بالعكس حاجة مزعجة جدا. لكن في الفيلم العنف هنا اتقدم كحاجة جامدة جدا، الكاميرا مصورة المشهد كأننا المفروض نشجع الأبطال، كسور وطعنات وتصوير بالحركة البطيئة بيخلي نايت هول وكمان سيلك سبيكتر كأنهم ماكينات قتال خارقة حرفيا. العدسة بتركز على جمال العنف مش على فكرته المرعبة إن 2 مدنيين بيقتلوا ناس. الاختيارات الفنية اللي ألان مور وكمان ديف عملوها في الكتاب واضح إن هي عدت من فوق دماغ سنايدر. وده مش معناه إن العنف مش موجود في الواتشمان الأصلي، لا هو موجود وبقوة كمان، من الميول بتاعت ذا كوميديان الإجرامية لدور دكتور مانهاتن في حرب فيتنام لحد النهاية بتاعت رورشاك. العنف جزء أساسي من عالم السوبر هيروز، وعلشان كده الكتاب بيناقشه من زوايا كتير. بس الفرق المهم جدا إن العنف في الكوميكس عمره ما كان متقدم كحاجة إيجابية أو ممتعة، هو مجرد أداة بتوضح قد إيه الكائنات القوية دي ممكن تكون مرعبة وخطيرة كمان. فزاك سنايدر ممكن يبقى مخرج عبقري فعلا، هو شاطر جدا في عمل مشاهد بصرية مذهلة ولحظات سينمائية جامدة، بس المشكلة إنه مش قوي قوي في فهم معنى اللحظات دي جوه القصة الكبيرة. وده بقى بيربطنا بأكبر اختلاف عمله الفيلم عن الكتاب، خصوصا نهاية الفيلم. في الكتاب العدد الأخير أو خلينا نقول عليه العدد 12 Stronger Loving World بنتعرف إن شخصية أوزمايندس قتلت ناس كتير في نيويورك وابتكرت كمان خدعة غزو فضائي. وبصراحة كل ما افتكر اللي كان بيعمله بفتكر اللي بيحصل معانا في الوقت الحالي في العالم الحقيقي فعلا، إن في شخص ما بيحاول يقنع العالم كله بحاجة زي كده علشان خاطر العالم كله يتوحد ضد الغزو الفضائي. فلو فكرت فيها شوية هتعرف أنا قصدي على مين. المهم هنا الهدف هنا من خطة أوزمايندس إنه هو يوحد العالم كله بخوفه من المجهول ويبدأ عصر جديد من الازدهار البشري، حكومة عالمية واحدة، خفض حدة الحرب الباردة، وتجنب كمان نهاية نووية، وكل ده على حساب حياة شوية بشر. ففي الفيلم الموضوع اختلف شوية، أوزمايندس بيحاول يورط دكتور مانهاتن في كارثة عن طريق تفجير مفاعلات نووية ويموت فيها حوالي 15 مليون شخص. مانهاتن بسرعة بيفهم اللي حصل ويهجم على القاعدة بتاعت أوزمايندس، بس بيكتشف إن العالم كله اتحد بسبب خوفه من قوته. الفكرة هنا بتدي شعور فلسفي قوي إن حتى لو كان في قوة شبه الملوك الخوف منها ممكن يوحد الناس. النهاية دي مختلفة جدا بين الناس، في ناس شايفة إن فكرة استخدام مانهاتن لتوحيد العالم عبقرية فعلا لأنها بتمسك كل فكرة القوة والتقدم العلمي الموجودة في القصة، وفي ناس تانية شايفة إن العالم لازم يوحد نفسه على حاجة خارجة عن سيطرتنا، يعني خوف حقيقي من الآخر مش مجرد قوة صنعناها إحنا. بالرغم من الجدل النهاية دي لسه مبتكرة ومثيرة جدا للاهتمام وبيناسب كمان روح القصة الأساسية. فالمشكلة الأساسية هنا في الفيلم إن زاك سنايدر قضى وقت طويل جدا في إعادة رسم اللوحات بتاع الديف بالظبط، وده بدل ما ياخد فكرة الجوهرية في المشهد ويحولها لمشاهد فيلم حقيقية، يعني بدل ما يركز على المغزي والرسالة اتصور على شكل صورة بالظبط. فيمكن هنا من افضل الحاجات في الفيلم فعلا من غير منازع هو المشهد بتاع البدايه اللي بيتعرض هناك كله مأخوذ من الكوميكس الاصلي، وكمان مواد اضافيه ونصوص جانبيه، لكن سنايدر حولهم لمشاهد جديده مش موجوده في الكتاب اصلا. النتيجة هنا المشهد مليان حماس وطاقة وبينبت بالحياة بطريقة مش هتلاقيها في أي جزء تاني من الفيلم تقريبا. وبكده الواتشمان هو المفتاح لفهم طريقة شغل زاك سنايدر في عالم دي سي. هو مخرج بصري بمعنى الكلمة، عنده حماس كبير وحب كمان للشخصيات، لكن المشكلة إن الحب ده دايما بيركز على المظهر الخارجي للشخصيات والقصة على السطح، مش بالضرورة على الموضوعات العميقة أو المشاعر الحقيقية اللي وراهم. فالكتاب نفسه كان إنجاز ضخم غير نظرة الناس فعلا للكوميكس. فالفيلم هو ممتع كفيلم أبطال خارقين، بس أحيانا بياخد نفسه على محمل الجد أكتر من اللازم. فلو كان زاك سنايدر حاول يبتكر حاجة جديدة مستوحاة من الكتاب بدل ما يقلده حرفيا، كان ممكن هنا كمان يكون الفيلم إنجاز كبير زي الكتاب بالظبط. وطبعا قبل ما اخلص برضو خليني اقول لك تاني، كل الكلام اللي انا قلته ده هو مش تقليل من فيلم الواتشمان. فيلم الواتشمان هو فيلم اسطوري حقيقي، اتقدم مشاهد بصرية مذهلة واجواء فعلا ممتازة، وزاك سنايدر فعلا قدر يحول الكوميكس لشاشة السينما بطريقة ما حدش عملها قبل كده او قدر ان هو يعملها. فزي ما عرفتك في البداية مخرجين كتير حاولوا قبل زاك سنايدر ان هم يخرجوا الفيلم ده وما عرفوش، وده في حد ذاته هو انجاز كبير. فبس كده يمكن اكون قدرت اوضح في الفيديو ده المشاكل اللي قارئي الكوميكس بتوع الواتشمان شافوها في فيلم زاك سنايدر، او بالاصح كده اللي كانوا محتاجين فعلا ان هو يتعمل في الفيلم ده. هستناك في الكومنتات، ولو انت بقى اول مره هنا على القناه
ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب، شير، كومنت لك علشان خاطر ده كله بيساعدني ويدعمني، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.